تعالوا نعمل رنجة ونعمل ملوحة وهنعمل فسيخ. بصوا انا بحب جدا اعمل الرنجة على البوتاجاز. مين بيعمل زي كده؟ بصوا شايفين ريحتها وطعمها بيبقوا مميزين جدا جدا. شايفين شامين الريحة؟ والله حاسه ان انتوا الريحه طالعه عليكم. بص دي ملوحه بقى، نضفناها كده حلو خالص وعملتها بطريقه جديده خالص كده، كان طعمها يتجنن. وكده انا بقشر الرنجة اهو، بقشرها كده وبنضفها، طلع منها الشوك يعني، بطلع منها الشوك وبنضفها. انا بحب احط عليها طحينة، بس حقيقة ما كانش موجود طحينة اصلا. بصوا بقطع كده الملوحة بالمقص كده بتاع المطبخ، قطعتها حتت حتت. هعملها هضربها في الخلاط. ايوه هحط الملوحة في الخلاط واضربها. ضربناها في الخلاط وبصوا شايفين اهو، شايفين هوريكم شكلها بعد كده اهو. عملت جزء بقى زي ما بيعملوها بالظبط كده، اللي هي ايه، بالزيت كده وعلى النار. ان حسيت ان في البعض مش هيحبها اهي. بص شايفين دي عامله زي الطحينه بالظبط. ملحتها ملح ملح وكمون وليمون. ودي الرنجة برضو لو موجودة طحينة كنت حطيت طحينة، بس ما كانش موجود طحينة. اهو ده فسيخ اهي، هي كانت سمكية واحدة فسيخ. طبعا اللي قدامكم ده مش طحينة، ده الملوحة ضربتها في الخلاط وحطيت عليها قرن فلفل وشوية زيت وضربتها وكان طعمها اتجنن. يلا باي.